السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم أخواتي من جديد في قناتي في ديليس فرح. اليوم إن شاء الله جيتكم ماشي من وراء الكواليس، جيتكم مباشرة باش نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، وموضوع ديال الساعة. لاني بزاف البنات ما شاء الله دابا ولاو كيخدموا في هذا المجال ديال الحلويات، اكثرين بالنسبه للبنات اللي هما ماكيتات في البيوت او ما عندهمش واحد المدخول مادي، فكيبغيو يعرفوا كيفاش نبداو هذا المشروع هذا وكيفاش نكبروه بشويه بشويه، لان حتى حاجه ما كتجي كبيره من الاول، ضروري خاصنا نمشيو درجه بدرجه باش نقدروا واحد المشروع ان هذاك المشروع نربحوه. باش نبداو هذا المشروع ان شاء الله خاصنا بزاف ديال لي زيتاب ندوزو منهم. طبعا كاين اللي غادي يقول لا باش نديروا هذا المشروع ديال الحلويات راه خاص يكون عندنا انفورماسيون، خاص يكون عندنا واحد لو ديبلوم. لا، ماشي بالضروري يكون عندك لا ديبلوم ولا فورماسيون، ولا يكون عندك واحد المدخول مادي كبير اللي تقدري تبداي به، لان انت غتبداي غير من الدار، واكثرين في مجال الحلويات اللي كنهضروا على الحلويات المغربيه خاصه. فهذا الموضوع هذا صراحه قلت لي مالا بالنسبه لي كيسيون اللي جاوني، المهم عاقله على شي حوايج وشي حوايج الا نسيتهم ان شاء الله نتوما اي استفسار تكتبوهم لي في لي كومونتير ونعاود ندير لكم فيديو اخر على لي كيسيون اللي غادي تحطوهم لي هنا في هذا الفيديو هذا. المهم بالنسبه اول حاجه غنبدا معكم بالنسبه للمشروع ديال الحلويات. انا تجربتي الخاصه ما عمره ما كان عندي حتى علاقه بمشروع ديال الحلويات، ولا كنت دايره الحلوه ولا خدمت في الحلوه. يعني انا اول مره كنت كنخدم في لا كونطابيليتي اي لا جيستيون دي زونتربريز، من بعد منها درت ديبلوم ديال لا باتيسري اللي هو سي ا بي باتيسري فرونسيز، حتى هو خدمت به واحد شويه، صراحه ما خدمتش به بزاف، كان عندي دائما ميول ديال هاد الحلوه. وكيفاش بديت هاد الحلويات المغربيه؟ انا صراحه الله من تجربتي انا كنت كنجرب بزاف، يعني اي حاجه طيح لكم في بالكم جربتها. يا ريت لو كان عندي تصاور ديال الحلويات اللي من قبل كانت نوريكم لا كاتاستروف ديال الحلوه. راه كعبه ما عرفت شاده شي فورم بوحديتو، الحلوه كتحرق، واخا هكاك وما استسلمتش، واخا كتحرق الحلوه ونبقى نعاود في الحاجه ونعاودها وما كنقول با دو بروبليم. مادام انا بغيت نبدا هذا المشروع هذا، نقدر نقول لكم قبل ما نلونسي المشروع كنت بقيت شي عام وانا كنجرب، يعني عام وانا كنجرب وكنحط وندير ونفعل ونترك ونجرب هنا ونجرب هنا، ونقول ماشي مشكل وهذه تخسر لي وهذه دير ونتعلم. وتا انا كنت كنشوف لي فيديو ديال اليوتيوب وكنت كنشوف شي بزاف د الحاجات صدقوا لي وبزاف د الحاجات ما صدقوليش، حتى لقيت انا شنو بغيت. فاش كتلقاي شنو بغيت، انا بالنسبه لكم جيت لكم هذا الفيديو هذا بالنسبه للبنات اللي دابا باغيين يبداو. كيف ما كتعرفوا حنا بدين دابا داخلين في موسم ديال الاعراس والحفلات وديال العيد الكبير، فهذا هو احسن وقت باش تخدموا. يعني بالنسبه لكم شهر ولا شهرين تقدروا انكم توجدوا بزاف د الحوايج وتبداو بها. اول حاجه باش نبدا، انا دابا مثلا انا نحط راسي بلاصه وحده باش نشرح لكم مزيان باش تفهموا، حنا خاصنا داكشي عملي ماشي غير داكشي بلا بلا. دابا انا جيت وغادي نقول لك انا بغيت نبدا هذا المشروع، ولكن انا ما كنعرفش ندير لا كعبه، ما كنعرفش نشد داك النقاش، ما كنعرفش ندير العجين. راه اي وحده غتبدا الحلويات ما خصهاش تبدا بهذا الشيء، خاصها تبدا بالحاجات اللي هما ساهلين. والحاجات اللي ساهلين اللي هما وبزاف اللي سقسوتوني عليهم واللي هما لي مول ديال السيليكون ديال الفران. انا عندي هنا مجموعه ديال لي مول السيليكون، وطبعا بزاف ديال لي كيسيون جاوني على لي مول السيليكون. هادشي علاش خلاني ندير لكم هذا الفيديو. هاد لي مول ديال السيليكون هما باش غادي تبداو اخواتي في المشروع ديالكم. هاد لي مول السيليكون هما اللي غيخرجوا لكم بلاطو منوع وباشكال رائعين. اي وحده بغات تبدا المشروع ديالها خاصها تبدا بهاد لي مول ديال السيليكون. طبعا كنهضر على لي مول السيليكون، غنشريو مول السيليكون اللي هما ديال الشوكولا، ولكن اهم حاجه في الحلويات باش نخرجوا حلويات ديال اللوز ونخرجوا حلويات راقيين خاصنا نعتمدوا على لي مول السيليكون اللي هما زعما لي مول السيليكون بحال سيليكومات، يعني مول السيليكون اللي كيكونوا ديال الفرن. طبعا تقولوا لي كيكونوا شويه غاليين، طبعا حتى حاجه ما رخيصه دابا، كل شيء غالي، لا من الماتيريال ولا من لا كاليتي. الا بغيتو شي حاجه كاليتي راه غادي تشريوها غاليه. طبعا هاد لي مود ديال السيليكون دابا ديال السيليكومات بزاف اللي سولني عليهم كيتراوح الثمن ديالهم ما بين 80 درهم حتى 120 درهم على حسب الموديل. فغنعطيكم واحد الموديلات اللي انا شخصيا كنعتمدهم،
اللي تقدروا موديل واحد، يعني مول واحد تخرجوا منه حتى ل7 8 ديال الاشكال. ولا رجعتوا القناه ديالي غادي تلقاو واحد المول واحد اللي هو انا مخدمه لكم به بزاف د الانواع وشي ما كيشبه شي. لي مول السيليكون هما باش غادي تبداو. ما غنقول لكم لا شريو لا مراشم، طبعا المراشم حاجه طبيعيه يكون عندكم مربع ولا مستطيل ولا هذاك الشيء، ولكن نتوما عاد بديتوا فما حتاش انكم تشريو بزاف الماتيريال اللي ما تقدروش تخدموا به، فهمتيني. حنا على مر الزمن بحال دابا انا اول مره بديت كانت في 2014 تبارك الله، مده طويله يعني كل مره كان يخرج جديد كنشريه، كل مره كتخرج حاجه كنشريها طبعا. ولكن انا كنهضر على انسان اللي عاد غيبدا دابا المشروع ديالو. فهاد المول ديال السيليكون هادو، واكثريا هاد الموديل هذا ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هاد الموديل هذا شفتوا هاد الموديل المدور، هذا هو احسن موديل اللي تبداو به. هذا خصو يكون عندكم واحد جوج ولا ثلاثه اللي هما من ديال الفران، باش كنعرفوا المول ديال الفران شكون اللي فري وشكون اللي ما فريش. اول حاجه ما عرفتش واش غادي يبان لكم من هنا، المهم ها نتوما ها هو سميتو سيليكومات. طبعا هذا ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ما عرفتش واش غادي يبان ولا لا، سيليكومات. وباش كتعرفوه ان المول ديال السيليكون مهم، ها نتوما ما كيبانش فيه هنا واحد الخط ابيض، ها نتوما شفتوا. بالنسبه اللي ساكنين في المغرب، اي محل مشيتو عنده غتقولوا له سيليكومات غادي يعطيه لكم. وكيف ما قلت لك شدي المول وجريه من هاد البلاصه هادي وما غاديش يكون واحد الخط ابيض. فانا جبت لكم واحد مزور، يعني ماشي تا مزور، يعني مشيتو زعما رخيص، شيتو ب 60 درهم. شويه ما بين وبين، ولكن فاش كديري له بحال هكا ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيبان لكم هذاك الخط ابيض. هذا راه ما خاصش بالفران، يعني تقدروا تدخلوه الفران، ولكن صراحه الله ما كنصحش انا بالسيليكون انه يدخل الفران. بالنسبه لهنا الناس ديال فرنسا موجود في امازون، موجود في جميع المحلات. هنا ما كاينش المزور، كاين غير الفري. الا بغيتي تشريو سيغ انترنت كاين غير الفري. كاين هذا النوع هذا اللي هو من احسن الانواع ديال السيليكون. هذا من احسن. هانتوما كل حاجه كتلقوني شاريه منها 3. علاش؟ لان هذا النوع هذا هو اللي كنخدم به بزاف. فكيف ما قلت لكم بالنسبه للحلويات غتعتمدوا هذا النوع هذا المدور، وغادي تعتمدوا هذا النوع اللي هو اوفر هكا، هذا مهم. وبالنسبه غتعتمدوا المربع، هادو اللي كيكونوا دائريين حتى هما هانتوما كيف ما كتشوفوا. وحتى هادو راهم سيليكون فري، هانتوما هاد القصوحيه ديالهم كتشوفوهم حتى من القصوحيه ومن الملمس ديالهم، فهمتيني، من الملمس ديال السيليكون. هنا كيكون عندي بالاحجام، يعني الصغير واللي كيكون اكبر. هادو هما الصغار وهادو اكبر منه في الحجم. فهاد المولات هادو راه مهمين جدا باش تخرجي. يعني غير هاد المول هذا نهضروا حنا غير على هاد المول المدور. هذا نقدر نخرج في البلاطو فيه 5 حتى 6 ديال الانواع ديال لي بلاطو. قبل اخواتي نتوما دابا مثلا وحده غتجي تقول لك انا ما كنعرفش ندير الكعبه وما كنعرفش ندير العجين وما كتصدقليش كتنفخ علاش قلت لكم انا المول ديال السيليكون. المول السيليكون نقدروا نصاوبوا العقده ديال اللوز، عقده اللوز، ونقدروا نلونوها بجميع ولا نكهوها، ونقدروا نخدموا بهذا المول هذا. نقدروا نخدموا بهذا المول نديروا الكونكاسي ديال اللوز، الايفيلي، يعني بزاف الانواع. زائد نقدروا نخدموا به الفينونسي واللي هو اتوندونس ديال الفينونسي. فهاد المولات هادو خاصهم يكونوا عندكم الا بغيتوا تبداو هذا المشروع ديالكم. دابا انا بديت هذا المشروع ديالي، اشنو غادي ندير؟ كيفاش غادي نسوق انا هذا المشروع ديالي؟ اول حاجه دابا اي حاجه ولات في انترنت، يعني الفيسبوك ولا انستغرام، واكثريا انستغرام، حتى التيك توك الا قدرتوا ديروا الفيديوهات. ولكن انا كنظن ان بالنسبه حنا لمجال الحلويات كنصاوبوا لي بلاطو، فنديروا في الانستغرام او الفيسبوك. وطبعا الناس راه يعني نشد انا واحد مثلا 5 ولا 6 انواع ونحطهم في ان بلاطو ونصورهم، عاوتاني نصاوب واحد 5 ولا 6 انواع ونصورهم. تقدروا تصاوبوا حتى صابلي، ولكن كاين اللي غيجي يقول لك انا ما كنعرفش نصاوب صابلي وكيخرج لي معواج وداكشي. فلهذا حاولوا انكم تعتمدوا على لي مول ديال السيليكون. المهم انا كيف ما قلت لكم، وطبعا تشريو المول السيليكون اللي هو يكون ديال الفران. وانا وريتكم كيفاش تعرفوا ان المول السيليكون فري ولا ماشي فري، وتيكون عنده حتى النسبه ديال الحراره. ماشي هذا هو هذا، يعني النسبه ديال الحراره كاينه حتى هنا، فهمتوني. فهذا هو بالنسبه اللي تقدروا تبداو به في هذا المجال ديال الحلويات.
غيجي سؤال اخر اللي هو كيفاش غادي نبيعو وكيفاش الاثمنه غنديروهم. اول حاجه انت كمبتدئه خاصك تعتمدي على الماتيير ديال اللي غادي تشري ديال الحلوى، يعني الماتيير بحال الزبده والسكر والشوكولا سميتو تكون ماتيير اللي هي زوينه. علاش؟ حيت قبل ما الشكل البنه كاين اللي ما هي عجبو الشكل، ولكن حتى البنه عندها دور كبير فهادشي ديال الحلوى. يعني خاص الشوكولا يكون شوكولا، الزبده تكون حيوانيه، تكون اي حاجه عندها واحد لا كاليتي باش تقدري انك تشدي الكليان ديالك. غتقول لي كيفاش غادي نبيع، كيفاش غادي نحسب انا الكميه؟ طبعا كتشدي. كيجيني بزاف هذا السؤال هذا ديال ما كنبغيش نجاوب عليه. علاش ما كنبغيش نجاوب عليه؟ لان كل منطقه وعندها الثمن ديالها، وكل واحد وبشحال كيشري الماتيير ديالو. فهمتيني؟ بحال دابا مثلا غيجي عندي انا دابا انا ساكنه في هنا في فرنسا، غيجي واحد من المغرب يقول لي بشحال كتبيعي، باش غيفيدو بشحال كنبيع انا؟ ما عنده حتى استفاده، لان هو اللي غادي يخسر. فهمتيني؟ ما يمكنش نحسبوا الثمن ديال هنا فرنسا، لان الاثمنه ديال السلعه غاليه بزاف، يعني غاليه بزاف واحد ما تصوروهاش بحال غاليه. فهمتيني؟ فمثلا نعطيك انا مثال، حنا بالنسبه لنا حنا اللي كيتفرج فيا هنا في فرنسا، اللي عايشين في باغي ماشي هما اللي عايشين في ليون، ماشي اللي عايشين في مارسي، كل واحد والاثمنه ديالو، كل واحد شنو داير. راه كندخلوا لومبالاج، كندخلوا الموضوع، كندخلوا كل شيء في هذاك المبيعات اللي حنا كنديروا. فإلا انا كنهضر على دابا الناس ديال المغرب، بالنسبه للناس ديال المغرب غادي يعني تشدي السلعه ديالك وكتضربيها في 3. وكاين بعض الحلويات كنضربوها حتى في 4، وكاين بعض الحلويات اللي كتوصل حتى ل5 على حسب الحلوه والتماره اللي فيها ولي ماتيير فيها. باغ اكزومبل غنعطيكم مثال ديال شمن حلوه اللي كتكون شويه ساويه في الثمن. جبنا عندنا واحد الطويصات ديال صابلي، الطويصات اللي كيكونوا شويه دايرين صابلي، طبعا مخدوم باللوز، يعني صابلي مخدوم باللوز. عمرنا هذاك صابلي بالكراميل، من فوق الكراميل عمرناه بالعقده ديال اللوز، ومن فوق اللوز درنا الكركاع وانغوبيناه بالشوكولا غيش. يعني بالنسبه شوفي دابا نتيا شحال من مرحله دوزتي في هذا الحلوه هذه، شحال من مرحله دوزتي في هذه الحلوه. وثاني حاجه شحال من ماتيير درتي، يعني غالي، يعني يديك ديجا تحسبات غاليه، وحتى الحلوه خديتي فيها وقت كبير. وثاني حاجه لي ماتيير اللي درتي فيها كلها غاليه. فما غنجيش نقارن انا مثلا الكعبه بهذه الحلوه هذه. الكعبه راه فيها العقده ديال اللوز زائد اللوز، فهمتيني؟ وطبعا الحلوه اللي كتكون منقوشه ماشي هي الحلوه اللي ما كتكونش منقوشه. الحلوه اللي منقوشه يعني خدات لي واحد الوقت باش درتها، وهذاك الوقت راه حتى هو محسوب. فهمتوني؟ فالمهم نتوما كمبتدئات غتشدوا الكميه اللي مثلا الزيت السكر هذاكشي كامل اللي درتو المجموع ديالو ضربوه في 3، وداكشي اللي خرج لكم هذاك هو الثمن اللي غادي تحسبوا الكيلو. فهمتوني اخواتي؟ المهم هذا هو بالنسبه اللي بغى يحسب الثمن ديال البلاطو ديالو. وطبعا بالنسبه للبلاطو كيكون منوع، يا غيكون بلاطو داخل فيه اللوز وداخل فيه صابلي، يا بالنسبه للبلاطو اللي كله لوز، ويا كاينين لي بلاطو اللي هما بريستيج وهذوك بوحديتهم الثمن ديالهم خاص بهم، لان كيكون فيهم الكركاع والنوازيت والباكاني، هادو كاملين ساويين اثمنه اللي هما طالعين. وطبعا البيستاج هذاك حتى هو الثمن ديالو بوحديتو، يعني كتحسب بوحديتو. فهانتوما مثلا ها هو واحد بدا المشروع ديالو ودار كيفاش غادي نسوقو. كيف ما قلت لكم غادي تصوروا كل شيء وتحطوه في الانستغرام، اي حاجه درتوها في لي بلاطو. وطبعا اللي عنده مثلا الجيران ديالو داكشي ديروا لي كارت فيزيت وفرقوهم حتى هما على الجيران على صحاباتكم، واحد يعطي لواحد. وحتى في الاول ما فيها باس اننا ندير واحد دي بتي بواط بحال هكا، دي بتي بواط صغيورين فيهم حبه من الحاجه ولا جوج حبات ونعطيوهم للجيران ونعطيوهم للناس ونعطيوهم للحباب وداكشي يذوقوا اللي ما عمرهم ذاقوا الحلوه ديالكم ويذوقوا. فما فيها باس نخسروا هذاك شويه، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن كنسوقوا داك البرودوي ديالنا. فكنديروا واحد شويه الاشهار لنفسنا، فنديروا دي بتي بواط، نشرو هذوك لي بتي بواط ولا هذوك لي بلاطو صغيورين قد هكا، دي بلاطو نديرهم 2 ولا 3 الحبات من الحاجه ونعطيوهم للناس يذوقوهم. ماشي مشكل، ما فيهمش لا خساره لا والو، بالعكس هما شيء هذا كيذوق الاخر كيذوق الاخر كيقول له مني خديتي هذه الحلوه لا من عند فلانه من عند فلتانه.
ديروا حتى لي كارت فيزيت حتى هما راهم زوينين حتى هما وكينفعوا تحطوهم في وسط لي بواط باش يعرفوكم. وحتى اللي درتوا لي كوموند ولا عراسات ولا كيف ما كان كيشوفوا هذاك الكارت فيزيت وكيكونتاكتيوكم بلا ما يقول اختي عطيني عافاك النمره د فلانه وفلانه، فكيكون هذاك الشيء بروفيسيونيل. فما فيها باس. فهادشي كامل غير دي ديتاي عاديين. انت فاش غتبداي ان شاء الله وغادي تعلمي عندك واحد الشهر ولا شهرين، عطي راسك واحد الشهر ولا شهرين قبل ما تخرجي للناس بداك الشيء بديك الحلوه. عطي راسك شهر ولا شهرين تعلمي فيهم، جبدي داك الماتيريال كامل مشيتي شريتي من عند مستلزمات الحلويات كامل، حطيه قدامك وبقاي تجربي اليوم وتجربي الغدا وتجربي اي حلوه بانت لك جربي. انا بالنسبه ليا ان شاء الله غادي ندير معكم بزاف ديال لي فيديو على بخصوص هادشي ديال الموت سيليكون. ندير معكم دي فيديو اللي هما دورات مجانيه من غير حتى شي حاجه. انا حاجه وحده اللي كنطلب منكم الدعم في القناه، لان هي قناه كيف ما عرفتوا مسكينه هابطه. فغيكون واحد التغيير، هذه اللي بغيت نهضر لكم، غيكون واحد التغيير في القناه. فغادي نبقى نشارك معكم يومياتي في الخدمه، يومياتي هنا في الدار مع 3 ديال الوليدات وزائد الخدمه ديال الحلوه. فإلا عجبكم هذا الاقتراح هذا خليوا لي في لي كومونتير ديالكم اخواتي، خليوا لي في لي كومونتير ديالكم. غيكون واحد التبديل كيف ما قلت لكم في القناه. فغادي نشارك معكم بزاف ديال اليوميات ديالي هنا في فرنسا، زائد محلات اللي هما كيبيعوا مستلزمات الحلويات. فاظن ان هذا الشيء كيفيد بزاف البنات. بحال اخر فيديو كان بزاف الناس هضروا لي على الزبده، شنو الزبده اللي كتستعملي، شنو هو الشوكولا اللي كتستعملي، شنو النوع اللي ناخذو، شنو النوع اللي ماشي مزيان وشنو النوع اللي مزيان. فان شاء الله هادشي كامل غادي ندير لكم في الحلقات المجيد ان شاء الله. ما تنساونيش اخواتي من الدعم، واهم حاجه اي استفسار واي سؤال كتبوه لي في هذا الفيديو في لي كومونتير، ان شاء الله كاملين غادي نكتبهم وكاملين غادي نجيكم فيديو اخر. وغادي ان شاء الله اي واحد بالاسم ديالو غادي نجاوبوا على سؤال في فيديو اخر. من الاحسن ما نبقاش نجاوب كل واحد على حده بحال هكا، ما كتكونش كافيه في الكتابه بعض المرات. ثاني حاجه دخلوا عندي الانستغرام اللي غنكتبوا لكم هنا الانستغرام اللي هو ديليس بوين فرح. اي وحده اي بنت بغات تبدا المشروع ديالها، اي بنت صوبت دي بلاطو وبغات توريهم ليا تصيفطهم لي، ما عندي حتى شي مشكل. والبنات هنا يقدروا يكتبوا لكم في لي كومونتير، اي واحد يصيفط لي اي ميساج كنجاوبو، ما عندي حتى شي مشكل. ونقدر نهضر معاك حتى اوديو حتى هو، ما عندي حتى شي مشكل حتى هو. فاي استفسار اي واحد بغى شي كيستيون يدخل عندي الانستغرام اللي هي ديليس بون فرح. انا كنكون دائما اجوغ، وحتى الا بغيتي ندير لكم دي ستوري ندير لكم، ما كاين حتى شي مشكل. وقيلا طولت عليكم الفيديو بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار وينال استحسانكم. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا اخواتي بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد في القناه. ودمتم في رعايه الله في الفيديو القادم ان شاء الله.